دي الحاجات اللي عملتها اللي حولت شعري من كده لكده في اقل من 3 شهور، وانا شخص بيجرب كل حاجه عشان يطول شعره، فخليني اوريكم تعملوا ايه. اول حاجه جربتها هي الهاي فريكوينسي وان، وهقول لكم ايه بديلها. هي شكلها مخيف شويه بس انا كنت بشوف كتير بيستخدموها، وهي كل اللي بتعمله انها بتوصل الدم لفروه راسنا احسن بكتير، وبتخلي فروه الراس تمتص البرودكتس اللي بنحطها عشان نستفيد منها باحسن طريقه. بس ممكن تبدلوها بانكم تعملوا مساج لفروه راسكم من 5 ل 10 دقائق كل يوم، وهتلاحظوا برضو الفرق في فروه راسكم. نيجي بقى لاهم حاجه في تطويل الشعر، وهي ايه اللي هنحطه على شعرنا. حاجه تكون بتستيميليت الهير جروث بتاع شعري وبتوقف اي تساقط موجود، وبرودكت يرطب الشعر عشان ما يتكسرش من تحت. انا لسه بستخدم الانتنس تونيك سبراي بتاع كافيكسي عشان بجد هو البرودكت الوحيد اللي مش بس طلع لي بيبي هير. انتوا شايفين هو اتطول قد ايه من اخر مره وريت لكم شكل شعري، وبقى الهير لاين بتاعي شكله مختلف تماما عن لما بدات. واللي هيسهل عليكم ان انتوا تنتظموا عليه ان هو فعلا مش بيلزق الشعر خالص. انا كمان زودت عليه الانتي هير لوس فايلز بتوع كافيكسي عشان بحاول اطول شعري اكتر حاجه ممكنه السنه دي، بس مش بستخدمها كل يوم عشان هي اتقل من السبراي. هي بتبقى ازازه بيتركب لها نوزل من فوق ومتقسمه على 4 استخدامات، واظن ان الفرق اللي في شعري ده فعلا جه من ان انا بستخدمهم الاثنين سوا، وبسبب الفرق اللي البرودكتس عملته في طول شعري اخيرا شعري طول كفايه، وعرفت ان انا اقص من الاطراف الدامج بتاعتي بدون ما احس ان شعري قصر جدا، عشان وانا بطوله يبقى شكله احلى بكتير وصحي اكتر.